السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كاملين بخير خوتي وخواتاتي، وألف شكر لكم على الدعم المتواصل ديالكم وعلى التعاليق الزوينة ديالكم، والله يخليكم ليا. ونتمنى إن شاء الله تكونوا كتستافدوا معايا ولو بالقليل. اليوم إن شاء الله نكملوا في السيرة النبوية الشريفة مع غزوة بدر والأحداث اللي وقعت فيها والمعجزات اللي وقعت في غزوة بدر الكبرى. من بعد الانتصار الساحق اللي حقوه المسلمين في غزوة بدر الكبرى بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل مساعدة الملائكة وجبريل عليه السلام لرسول الله وللمسلمين في هذه المعركة، انتصروا المسلمين ولحقت أشد الهزيمة بالمشركين وبكفار قريش. فاللي بقوا أحياء من كفار قريش رجعوا كيجروا مهزومين مدلولين مقهورين، وهما خارجين من ساحة المعركة مشتتين، كل واحد كيجري من طريق، لأنهم كانوا حاسين بالخوف وبالذل في نفس الوقت وبالإهانة اللي لحقات بهم من طرف المسلمين. فلما وصلت الأخبار إلى قريش كان واحد وصل الخبر هو الأول، وصل لهم بأن المسلمين انتصروا وبأن الكفار أغلبهم قتلوا، وخصوصا كبراء قريش كلهم ماتوا في هذه المعركة. فكان أبو لهب كيتسنى الأخبار، لما سمع هذا الخبر اتصدم لما عرف بأن رسول الله هو المنتصر في هذه المعركة وبأن كفار قريش توفوا في هذه المعركة. أبو لهب جاته واحد صدمة وصاعقة كبيرة نزلت عليه. عاش 7 أيام بعد سماع هذا الخبر وتوفى بمرض خبيث سلط عليه الله سبحانه وتعالى، مرض جلدي يسمى بالعدسة. وهذا المرض كانت كتشائم منه العرب وكانوا كيخافوا منه، حتى لدرجة أنه لما مات حتى أولاده ما قدروش يوصلوا ليه ويتقربوا من الجثة ديالو باش يدفنوه خوفا من العدوى. حتى دازت 3 أيام بعد الوفاة ديالو والجثة ديالو محطوطة، حتى شي واحد ما قدر يقرب ليها. فأولاده خافوا من أن الناس تبقى تعايرهم بأنهم ما دفنوش باهم. فسبحان الله جابوا عود من شجرة ودفعوا به أبو لهب في حفرة ورموه بالحجارة من بعيد، وهذه ميتة الجيفة. يعني الله سبحانه وتعالى انتقم للإسلام وانتقم لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا اللعين أبو لهب، حتى أنه مات ميتة قبيحة. حتى ولاده عافوه وما بغوش يدفنوه، فدفنوه بطريقة الضرب، يعني وقفوا بعيد منه وكيرموا عليه الحجارة حتى ردموه. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. من أعزه الله فلا مذل له، ومن أذله الله فلا معز له.